في مصر بعض الاكلات بتكون مرتبطه باسم مكان او منطقه معينه او العكس، زي مثلا اول ما نقول كبده جملي يبقى لازم نذكر كرداسه في محافظه الجيزه. احلى كرداسه واحلى شباب في الدنيا حبيبي يا معلم. الناس كلها اخواتنا. وكرداسه مشهوره باكله الكبده الجملي. اصحى يابا، هو ده الشغل يابا. فاحنا النهارده عند واحد من اهم واشهر المطاعم اللي بتقدم كبده جملي في كرداسه، والناس دي 100. والفيديو ده هيبقى مليء بالاكل الحرش وهيعجب الناس اللي بتحب الاكل الحرش زي حالاتي كده. هنصلي على النبي كلنا وما ننساش اللايك والشير علشان اقدر استمر على خير. مطعم البركه. البركه مفيش احسن من البركه. موجود في كرداسه طريق المنصوريه بالتحديد جنب مسجد النحاس. شفت فيديوهات كتير لمطعم البركه على منصات التواصل المختلفه، وشكل المطعم ده مكسر الدنيا هنا في كرداسه، فجيت علشان اشوف الكلام على ايه. وصلت وسلمت على الشاب المعلم احمد المحترم ده، هو صاحب المطعم والمسؤول عن التشغيل والاداره. احب انا الشباب المكافح واحب اشجعه. بعد كده قلت اسلم على الجمال الحلوه دي واودعهم قبل ما يتاكلوا ويتعمل منهم احلى كبده واحلى اكل، بس مش هنعرفهم بقى الكلام ده علشان ما يزعلوش. بدات اصور الاجواء من بره وبعدين ندخل نشوف الاجواء من جوه. من بره كده هتلاقي طاوله بيقطعوا عليها الكبده والكلاوي واللازم منه، وكله على الميزان زي ما تحب وحاجه طازه بطازه. بيقطعوا الكبده على شكل شرايح رقيقه كده تقريبا علشان تستوي بشكل مظبوط، وكل حاجه بتجهز قدامك، سواء حابب تطلب على الماشي هيسووا لك طلبك وانت واقف في السريع وقدام عينيه، وهتستمتع بالريحه والمنظر وهيتفتح نفسك للاكل. ودي كانت صينيه فيها طلب سجق كنت واقف اتفرج عليها وهي بتستوي. هنتعرف اكتر على الاصناف اللي بيقدموها دلوقتي لما ندخل جوه. في مدخل المطعم كده في شوايه، وعرفت انهم بيعملوا كمان مشويات فراخ وكفته وسمان، والريحه كانت جمدان. دخلت جوه لقيت المكان ما شاء الله كبير ومفتوح وقاعده في الهواء الطلق، وكمان في قعدات بدويه كده للراحه والرحراحه، بتكون مناسبه للعائلات اكتر والناس اللي بتحب قعده الراحه الارضيه. لقيت في زباين معلمين ومحترمين موجودين هنا، فقلت اقف اصورهم واتحمس معاهم واعيش الاجواء. اصحى ايوه حكيتوها. صوروا الواد البطل ده معايا. اصحى يقعد معايا يلا. ايوه رشاد. احلى رشاد. ايوه معلم طه. ده انت اللي اسمه خير. تسمع في المعلم بقى. معلم حبوبش. طار امبابه. القنبله والدبابه. والعالم لسه على المطار كله وعلى البلاد كلها. ايوه. تحية طارق دياب في الفيديو ده والمعلم طه الاشول. امتى اشول؟ معلم منصور الشبح. كل الترمبات الشطار بتوع المغسله والناس دي 100. اصحى سريع بربع. انا كده خلصت الكبده. ايوه بص بقى شويه الكبده دول هم اللي فيهم الصحه والجدعان. ايوه احلى كرداسه واحلى شباب في الدنيا. حبيبي يا معلم. الناس كلها اخواتنا. البركه مفيش احسن من البركه. صاصه اللي علمني اعمل الصينيه 100. تحيه لصاص. احلى صوص. والناس اللي داخله علينا برضو صباح الفل عليهم. بطه والدنيا حلوه وسمينه اهو. الصور سكينه ومستحد. خلاص سكينه ومستحد كرداسه. تعالوا رجاله. احلى طه. زي ما شفنا كده مع بعض هنا في المطعم، تسويه الاكل بتكون بس مباشر على الصينيه قدام عينك، وتقدر كمان تخلي الشيف يجيب لك المقادير اللي انت طالبها وتسويها بنفسك وهو بيكون مشرف عليها خطوه بخطوه. وهنا استأذنت منهم ان اعيش اللحظه والتجربه واقف اسوي واقلب شويه. ودي كانت صينيه سجق وكفته، وكله طبعا جملي يا باشا. احنا مش هنسيب الجمل علشان نعمل منه كبده بس، لازم نستفيد من كل سنتي فيه ونروق الكلام. حسيت باستمتاع وجو جميل كده كان جديد بالنسبه لي وخلاني اتحمس اكتر واخد التجربه. هقعد بقى دلوقتي وتعالوا نشوف هجرب ايه ونشوف الكلام على ايه. هسخن اول حاجه كده بالسمان، واللي اول مره هجربه، وده فرد سمان مشوي وسعره كان 100 جنيه، ودي نص فرخه مشويه سعرها كان 110 جنيه، وطاجن شوربه لسان العصفور لزوم الزحلقه مع سلطه الخضار والطحينه والمخلل والعيش، ودول بيكونوا مع الطلبات مجانا، وكمان مفيش هنا رسوم خدمه. وبصراحه كده بدايه مبشره، وبسم الله هنسمي وندوق علشان الكلام يروق. هبدا اول حاجه بشوربه لسان العصفور، بحبها بالليمون فاديتها عصره ليمون كده علشان الطعم يعلى ويبقى في الجون. لاحظت ان الشوربه متقطع فيها جزر مبشور وفلفل الوان، والروزماري كان واضح وعايم على الوش. طعمها كان حلو، بس هسيبها تبرد شويه علشان اعرف استمتع بيها لانها كانت نازله سخنه قوي، وابقى زحلق بيها الكلام بعد ما ادخل على السمان. فرد السمان كان شكله حلو وريحه الشوي كانت بتبان وانا بقطعه، وكان مستوي كويس وبقطع منه بسهوله. ودي اول مره اجرب فيها السمان، وبالنسبه لي طعمه كان حاجه كده ميكس بين طعم الحمام والفراخ، حتى في كميه اللحم اللي فيه مش قليل زي الحمام ولا كتير زي الفراخ، وكان حلو بالنسبه لي. واللي كان محليه وباين فيه طعم تتبيله الشوي، وجربته في العيش مع عصره ليمون وغطس في الطحينه، وبقى الطعم جامد وابن لذينه. حلو قوي الكلام ده. زحلقه ميه سلطه رايقه ونشوف
نشوف اللي بعده. النص فرخه المشوي كان النص اللي تحت من الفرخه فيه الوركين بس مضغوطين، برضه نفس الكلام زي السمان، مستوي كويس وبتقطع منه بسهوله، والتتبيله باينه كويس في كل مكان في قطع الفرخه، ولقمه متينه وغطس في الطحينه، والمشويات كانت هنا جميله. وكده البدايه مبشره قوي قوي. ارجع سريعا للشرب علشان ازحلق الكلام وافضي مساحه للعظمه اللي جايه بقى اللي انا جاي علشانها، الكبده الجملي. المعلم احمد بنفسه جه يسويها قدامي وهنشوف مع بعض دلوقتي بيعملها ازاي. اول حاجه بينزل بشويه زيت صغيرين، وبيكون مجهز دهن الجمل واللي بيكون ليه مسمى تاني برضه واللي هو تقريبا اسمه الصنم. بيعمل شوب النار كده لزوم الفرفشه والحركات ويحمسك للاجواء قبل الاكل. بعد ما الدهن يسيح شويه بيبدا يرص العيش حوالين اطراف الصينيه علشان يبقى سخن للاكل، وبعدين ينزل بالكلاوي الاول قبل الكبده علشان بتاخد تسويه شويه ويقلبها مع الدهن. بعد كده بينزل بالفلفل الالوان لزوم التحريشه والشطشطه ويدي تقليبه. عاوز اقول لكم ان الريحه هتخلي نفسيتكم مستريحه، وما بالكم بقى ده قبل الكبده كمان. بعد كده بينزل بالطماطم ويقلب كله مع بعض. نيجي بقى للتوابل، توابل خفيفه كده علشان ما نتوهش في طعم الاكل ونحس بالطعم الاصلي، ويدي اخر تقليبه، وبعدين يطلع كل الميكس ده على حرف الصينيه علشان ينزل بالكبده لوحدها علشان بتستوي بسرعه بعد كام تقليبه. واخر حاجه بقى بينزل بالميكس الاولاني اللي كان فيه الكلاوي مع الفلفل والطماطم. وبكده طلب صينيه الكبده الجملي مع الكلاوي جاهز للاكل. مبدئيا كده الصينيه دي بمثابه الترابيزه او الطاوله اللي هناكل عليها، بيكون تحتها شعله نار، وبعد التسويه تقريبا بيقفلوها او بتفضل شغاله على نار هاديه زي الشمعه كده بحيث ان الاكل يفضل سخن طول ما احنا بناكل. وبينا نسمي وندوق علشان الكلام يروق تاني. مسكت العيش كده وقلت اديله غطس في الدهنانه دي علشان نعلي المزاج، واول لقمه وبسم الله اتفضلوا معايا. بس ثواني كده هدوق الكبده لوحدها من غير العيش، وبصراحه اتفاجئت، وده لاني اول مره اجرب الكبده الجملي. اول ملحوظه بالنسبه لي الكبده الجملي فيها عضه كده وقرقشه خفيفه، مش مرمله زي الكبده الجاموسي، وبتاخد وقت شويه في المضغ. هتديك في الاول احساس انها مش مستويه، لكن على العكس لو مش مستويه كانت هتديني طعم سنه زفاره. لكن انا لقيت ان كل ما كنت بمضغ بحس بطعم حلو قوي، طعم الكبده نفسه مع طعم التشويحه اللي كانت مع الكلاوي والدهن والفلفل، حاجه عظمه على عظمه وحبيتها جدا. وعلى ما اعتقد اي حد بيحب الاكل الحرش خصوصا الكبده هيحب الكبده الجملي قوي. بس ملحوظه سريعه، بلاش تعملوا زيي وتلهطوا وتحطوا كميه كبيره في اللقمه علشان دي لازم تتاكل بهدوء علشان الكلام يروق. بس انا ما حرمتش وكنت كل شويه الهط من الحلاوه واقول اللقمه الجايه مش هلهط، بس ما كنتش قادر اقاوم الصراحه. وطعم الكلاوي كان قريب برضو من طعم الكبده، والاتنين مع بعض ميكس عالي قوي، خصوصا بقى لما بنزل بيهم غطس في الطحينه وودي وزحلق الكلام بين كل لقمه والتانيه بشويه ميه سلطه. حابب اعرفكم ان الصينيه دي فيها نص كيلو كبده مع الكلاوي، وسعرها كان 240 جنيه بس، وتكفي شخصين اكيله او 3 لو حابين يجربوا او اكلتهم ضعيفه. بيكون معاها العيش وميه السلطه والطحينه والمخلل، ومفيش قيمه ماديه للخدمه هنا في المكان. بصراحه انا شايف ان الحوار ده جامد ويشجع اي حد للتجربه، لاني انبسطت قوي من التجربه دي، وغالبا هاجي هنا كل فتره لمطعم البركه. وحابب ارشح لكم مطعم البركه في كرداسه تجربوا فيه الاكل عن ثقه، سواء كنتم بتحبوا الكبده الجملي او لسه حابين تجربوها. وطبعا مستني رايكم في تعليقات، واتمنى لكم تجربه حلوه وتبسطكم. في النهايه بقى هنسلم على الناس الحلوه اللي كانت هنا ومنورين المكان. هسيب لكم صفحه مطعم البركه في تعليقات الفيديو على فيسبوك علشان لو حابين تستفسروا عن اي حاجه. ومع السلامه يا غاليين، اشوفكم في فيديو قريب وجديد.